والمبادره الجميله بتاعت سند بتاعت حضرتك. انا طبعا بشكرك جدا. اول مبادره على فكره حصري لبرنامج حضرتك، هو ما اعلنتش عنه، هو اصلا اوريدي تم عمل المبادره، تفعيلها بادئ مع بدايات برنامج حضرتك اول انسانه يعني تتفجر هذه المبادره على مستوى نطاق الجمهوريه. على فكره المبادره عاملاها على مستوى الجمهوريه، الجمعيه مجالها جغرافي برضو على مستوى الجمعيه، مش المحلي بس، مش محافظه الاسكندريه. تمام. الجمعيه اصلا اشهرت سنه 99 برقم اشهار 1291. مجالات الجمعيه كلها كان يمكن من اسمها واضح انها بتقف جنب المنكوبين، او سواء بقى مثلا حرايق في غاز يعني كده تسرب مثلا من شقق، كوارث، كانت كلها كوارث يعني، وتدريب العنصر البشري. بس اكتر مساعدات بتقدمها كانت بتعمل جهاز للعرايس والمفروشات ليهم وللغارمات، كانت بتعرض وتروج منتجات للمرأة المعيلة، بتوفر علاج لحالات مرضية كثيرة جدا. عملت وعقدت مؤتمرات مع كل المسؤولين من مؤسسات الدولة، مع وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة التعليم وكيل وزارة الإسكان، شركات الغاز، شركات البترول، عشان تضع إيديها على مشاكل المواطن المصري البسيط اللي مش قادر يرفعها. وفعلا كان في تضافر بين القوة والمؤسسات الدولة اللي لهم كل الشكر طبعا. وكان من ضمنهم مرفق مياه الإسكندرية، تم عمل دورات معاهم حقيقة، وإدارة الدفاع المدني وشرطة النجدة، إدارة المرور، الهلال الأحمر، مرفق الإسعاف، رؤساء الأحياء كلهم، جميع رؤساء أحياء اسكندرية. الحقيقة كان في تعاون محترم من سنة 99 إلى هذا الوقت، وأنا بكمل المسيرة لأن ما أقدرش أنسى طبعا يعني الله يرحمه رئيس مجلس الإدارة اللي هو رمى أول بذرة عطاء في جمعية الإغاثة. فاحنا بنحاول نكمل مسيرته بعد ما توفاه الله 2016. رئيس مجلس الإدارة يمكن هو كان معروف عنه عمله الاجتماعي والخدمي.